ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هعرض معاكم علب البقوليات او علب التخزين في جهازي. في البدايه احب ارحب بيكم واحب افكركم انكم لو مهتمين تعرفوا اكتر عن جهاز العروسه بالكامل، او لو انت عروسه وبتجهزي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار باي فيديو بنزله. وبس يلا بينا نبدا. اول حاجه هفرجكم عليها هي علب التخزين بتاعتي او علب بقوليات. انا جايباها من ماركه اسمها اكسا. الماركه دي حلوه جدا والبلاستيك بتاعها جميل قوي وخامته كويسه. حابه بس اعرفكم ان لازم في علب البقوليات او علب التخزين اهم حاجه فيها يكون القفل بتاعها محكم الغلق كويس جدا، علشان الحاجه اللي جواها ما يحصلهاش رطوبه او تبوظ، سواء دي هتبقى بقوليات او بهارات مثلا. وكمان لازم جودة البلاستيك زي ما بقولكوا تكون كويسة جدا جدا، ويكون عليها طبعا مثلث اللي هو جواه 5، ده لو هتجيبيه بلاستيك يعني، لان في انواع تانية هنتكلم عنها واحنا في الفيديو مع بعض. انواع تانية غير البلاستيك ممكن تجيبيها. فتعالوا نتفرج على الطقم اكسا اللي انا جايباه وباقي علب البقوليات في جهازي. تعالوا نتفرج عليه مع بعض. في الاول كده حابه افرجكم على الكرتونه. بصوا ده بيكون شكل البقوليات فيها. بصوا مكتوب عليه ان هو ينفع يدخل غسالة الاطباق اهو، ينفع كمان يدخل الفريزر، ينفع يدخل الميكروويف، طبعا علامة المثلث 5 اللي بقولكوا عليها. فهو بجد حلو قوي وخامته حلوة قوي. تعالوا نتفرج على القطع مع بعض. بصوا كل قطعة بتيجي كده متغلفة في كيس. تمام، ده شكل العلبة اهي. بصوا دي بتتفتح كده، شايفين؟ وهي وطبعا دي كلها بينفع ان هي تتخلع بالشكل ده اهي، محكمة الغلق جدا زي ما انتم شايفين. ده اول حجم معايا، وده حجمه لتر وربع. تمام، تعالوا نشوف الحجم اللي بعده. بصوا ده شكله اهو، ده لتر و800 ملي، بيكون برضو مكتوب عليه من هنا عليه علامة المثلث 5 يعني صحي. تمام، ومن هنا في زي سهم كده علشان بيقولك تسحبيه كده، شايفين اهو؟ سمعتوا التكة دي؟ ده شكلها. تعالوا نشوف تالت حجم. بصوا ده تالت حجم، ده شكله برضو ده لتر وربع. تمام اهو، وبيتفتح نفس الفكرة، ده نفس ده. هو جاي من ده 2 كده. احلى حاجة ان انت ينفع تحطيهم فوق بعض، فمش هياخدوا مساحة خالص في الضرفة بتاعتك. تمام، تعال نشوف الحجم اللي بعده. ده اخر قطعة في الطقم ده بتاع اكسا، وده الحجم الكبير يعني. ده بقى 2 لتر و700 ملي اهو، نفس برضو العلامة اللي موجودة. تمام، شايفين؟ ده بقى حجمه كبير قوي. بصوا، وبرضو محكم الغلق جدا، وخامة البلاستيك رهيبة رهيبة، ولونه حلو قوي. وبصوا يعني مش هياخد مساحة معاكي في الظرف خالص، لان بصوا كمان من هنا متركب جزء هنا معياري كده، مش هياخد معاكي مساحة خالص في الضرفة، وتقدري تحطي كده مثلا كل 2 فوق بعض. حلو قوي. تعالوا نشوف باقي العلب اللي معايا. طيب تاني علب بكليات دي انا جايباها، هي مش طقم، انا جايبه كل قطعه لوحدها، برضو بلاستيك. تعالوا نشوفها مع بعض. هي البلاستيك بتاعها نوع ماكس، وبرضو ماكس من الانواع او البراندات الكويسه بتعمل بلاستيك كويس، بس برضو لازم نتاكد من علامه مثلث 5 علشان نتاكد ان هو صحي. تمام، برضو حاولوا وانتوا بتجيبوا علب البقوليات تجيبوها ما تاخدش مساحة في رف التخزين او الضرفة بتاعة التخزين، يعني ينفع ان احنا نحط كل 2 فوق بعض. تمام، ولو يسمح احنا ممكن كمان نحط 3 كده فوق بعض، طبعا اللي هيشوا من الاكياس دي يعني، لكن هما بيتحطوا جوا بعض بسهولة جدا. انا جايبة من المربع ده او الشكل ده
3 احجام، ومن المدور 3 احجام. تعالوا نتفرج عليهم مع بعض. بصوا، اول حاجة انا اخترت ان اللون بتاعهم يكون برضو جراي كده علشان يمشي مع النوع التاني اللي انا جايباه اللي هو طقم اكسا. بصوا يعني الاتنين هتلاقيهم ماشيين مع بعض جدا، نفس درجات الالوان، فده حلو قوي. ده اول حجم معايا. الحجم ده 1.5 لتر. اوكي، ده الحجم الكبير اللي انا جايباه. الحجم اللي بعده ده 800 ملي. تمام. والحجم الصغير ده 600 ملي. تمام. ده بالنسبة للمربع اللي انا جايباه. المدور بقى، بصوا، ده 1 لتر اهو. ده لون مختلف شوية بس برضو جراي فاتح، فالالوان زي ما انتم شايفين هتلاقوها ماشية مع بعض. تاني حجم في المدور انا جايباه 850 ملي اهو. وتالت حجم جايباه 500 ملي، يعني منوعة بين الاحجام، فاهمين؟ هفتح لكم واحد عشان اوريكم حاجة حلوة قوي فيه عجبتني، هي اصلا اللي خلتني اشتريه. بصوا ده شكل العلبة لما انا فتحتها، لونها حلو جدا. دي اصغر علبة اللي هي كانت 600 ملي. بصوا بقى اللي عجبني فيها ايه. بصوا إيه، محكمة الغلق جدا. فيها هنا زي سكوتش كده او حاجة سيليكون بتخليها لما بتقفليها حقيقي ماسكة نفسها جدا. استحالة استحالة تحصل للحاجة اللي انتي حطاها جوه اي مشكلة، لان بصوا لما بتيجوا تقفلوها بتضغطوها كده، شايفين؟ محكمة الغلق جدا، ودي حاجة حلوة قوي فيها بصراحة. شركة ماكس شركة حلوة جدا. بصوا القفلة بتاعتها رهيبة، عجباني قوي، والبلاستيك بتاعها قوي. وبرضو بصوا اولا عليه علامة المثلث 5. بيدخل الميكروويف اهو، بيدخل الفريزر، صالح للاكل والشرب. خطير خطير خطير. يعني انت كمان ممكن كمان مش تجيبي بس للبقوليات، انت ممكن تخزني فيه مثلا حاجة في الفريزر. حلو قوي، شايفين؟ برضو بيتحطوا فوق بعض، ما بياخدوش اي مساحة. هقول لكم اسعارهم، هي مكتوبة عليها، ودي جايباهم من فترة قريبة. هقول لكم على الاسعار. طقم اكسا اللي انا وريته لكم اللي هو كان 4 قطع، كان سعره 285 جنيه، وكنت جايباه من المرشدي. بصوا دي اللي هي الكبيرة خالص، سعرها اهو كانت ب90 جنيه، وكان عليها خصم 10% فوق ال90. تمام. دي اول حجم. تاني حجم اللي هو كان 800 ملي، كانت سعرها 65 جنيه، برضو كان عليها 10% خصم. تمام. بصوا كان سعرها 60 جنيه، برضو عليها 10% خصم. التلاتة دول انا كنت جايباهم من محل كده، حقيقي حقيقي اسعاره مش موجودة دلوقتي، بيعمل خصومات، واسعاره اسعار زمان مغيرهاش. حقيقي المكان ده حلو جدا. لو عايزيني اعمل لكم برضو فيه جولة هتفيدكم جدا، بتستفيدوا بالاسعار بتاعته. فقولوا لي في الكومنتات لو عايزيني اصور لكم في المكان ده. التلاتة التانيين انا كنت جايباهم من رنين، فانا مش فاكرة سعرهم لان مش عليهم ستيكر يعني، بس اسعار رنين برضو كانت كويسة قوي. في المدورين دول كان سعرهم حلو قوي، انما اللي كانوا مستطيل زي كده او مربع، المكان التاني ده سعره اقل. تعالوا نشوف باقي العلب مع بعض. معايا برضو 3 علب، دول ينفعوا بكليات زي ما انتم شايفين. دول 3 علب مع بعض، شايفين؟ 2 لتر. مقاس العلبة 2 لتر، هما 3 مع بعض. تمام. من شركة لمسة، برضو شركة لمسة من البراندات اللي بتعمل حاجات كويسة قوي في البلاستيك، شايفين؟ وبرضو اهم حاجة مثلث 5، مايكرويف ينفع، غسالة اطباق، بصراحة حلوة جدا جدا جدا. دول التلاتة كانوا ب80 جنيه، كنت جايباهم من درب سعادة. تعالوا نشوف اللي بعده. بصوا بقى، العلب دي انا كنت جايباها في البداية جدا، اول ما طلعت جديد وكده عجبتني قوي فكرة الغطا بتاعها، ان هو اصلا معياري. تمام. وهي حقيقي حلوة جدا، وكنت جايباها في البداية كانت السعر مثلا الواحدة 25 جنيه، وكان سعرها حلو قوي وهي لذيذة.
اللي خلاني اجيب غيرهم اللي هي الحاجات اللي انا لسه موريها لكم دي، ومش استغنى عن دول بس استبعدهم شويه، فكره ان هما مش هيتحطوا فوق بعض. لما تحطيهم في الرف لازم ترصيهم جنب بعض كده، بصوا يعني لازم كده، يعني هياخدوا مساحة، مش هينفع تحطيهم فوق بعض زي ما عملنا في العلب اللي قبل كده. فدي حاجة حسيت ان هي هتهدر في المساحة، فجبت التانيين اللي انا وريتهم لكم دول، برضو هخليهم ممكن احتاجهم. لكن لو انتي لسه ما جبتيش خالص وهتشتري، انصحك باللي انا وريتهم لك اللي هما بيتحطوا فوق بعض، مبياخدوش مساحة والبلاستيك بتاعهم حلو جدا. انصحك بالتانيين لان العلب دي هنحط فيها بقوليات وهنحط فيها حاجات محتاجة ان هي تتحفظ بشكل كويس، فلازم تختاري الماركة بتاعتهم تكون كويسة مضمونة. لو انتي عاجبك الشكل ده عشان الكوباية المعياري اللي معاه ممكن تجيبيه، بس تجيبيه من ماركة مضمونة. وكمان فكري في حتة ان انتي عايزة توفري مساحة دي، هتخليكي تجيبي التانيين اللي هما زي كده. يعني مثلا بصوا، شايفين يعني الاتنين دول مثلا لما يتحطوا كده فوق بعض مش هياخدوا مساحة خالص، عكس التانيين واخدين مساحة جامدة. فلازم تفكروا في النقطة دي. تعالوا اوريكم باقي الحاجات. بصوا دي علبة كده كنت جايباها لوحدها ب12 جنيه او 15 جنيه، مش عارفة هي عجبتني قوي عشان الغطا بتاعها شكله حلو جدا. بصوا شكلها حلو قوي، ممكن تحطي مثلا فيها تتبيلة بتاعة الفيجيتار، او تحطي فيها بقسماط، تحطي فيها اي حاجة، شكلها حلو جدا. بعد كده معايا العلب دي برضو من شركة لمسة. دي بقى انا جايباها لايه، ممكن تحطي فيها دقيق، ممكن تعملي فيها مخلل، حلوة قوي. بصوا هي واسعة جدا، فينفع نحط فيها مثلا دقيق او مخلل. ده شكلها، جايبه منها 2. دي بقى من الحاجات اللي انا بنصحكم ما تجيبوهاش نهائي نهائي نهائي. ال3 علب دول كانوا ب50 جنيه. شايفين هي كده مقفولة، بس شايفين ده اخرها، ما بتقفلش اكتر من كده. فهي طبعا هيدخل لها هوا، بس بتتفتح من اقل حاجة. تمام، بصوا تقفلي من الناحية التانية ما تقفلش. شايفين مش حلوة خالص، غير ان هنا خفيفة كده، وبحس ان هي يعني مش عملية خالص. لو شفتوا دي ما تجيبوهاش، هما بيبقوا كده 3 مع بعض، ما انصحكوش بيهم خالص. بصوا بقى، دي علب اكريليك. انا بصراحة ما بحبش العلب الاكريليك خالص. اول حاجة لان هي بتتكسر بسهولة، تاني حاجة لونها بيغير بسرعة. بس الطقم ده عجبني وكان سعره مش غالي، وكمان احجامه مش موجودة عندي، فتعالوا نتفرج عليه مع بعض. لكن انا منصحكوش ان انتوا تجيبوا اي حاجة اكليريك، اطباق، كوبايات، علب، منصحكوش بيها خالص علشان لونها بيغير، ما بيكونش شكلها حلو مع الوقت. تمام. بصراحة الطقم برضو فيه فكرة ان انتوا تحطي الحاجتين فوق بعض كده. بصوا ما بتاخدش مساحة، شايفين يعني. بصوا مش هياخدوا اي مساحة في الظرف. لو عرفتوا تجيبوا حاجة زي كده بلاستيك او انواع تانية يعني يبقى حلو جدا. ده اول حجم، هو صغير كده، ينفع مثلا توابل او حاجة، وبيجي معاه معلقة صغيرة. تمام. ده تاني حجم، برضو بيجي معاه معلقة. ده اكبر حجم اهو. الطقم ده كانوا ال3 ب100 جنيه. طيب ايه كمان تاني انواع موجودة في علب البقوليات؟ هي الزجاج. بصراحة الازاز بيكون اكتر حاجة صحية، لكن للأسف بتكون غالية طبعا، مش عملية خالص، ممكن تتكسر بكل سهولة. لان علب البقوليات طبعا هنستخدمها بشكل يومي، هناخد منها فاصوليا، هناخد منها فول، هناخد منها اي حاجة. يعني حاسة ان الازاز هيبقى صعب، بس انا جايبة الاتنين دول. برضو ينفعوا مثلا دقيق، ينفعوا نشا، ينفعوا اي حاجة تقيلة قوي. وبصراحة انا قلت ممكن استخدمهم في المخللات، هيبقوا حلوين قوي. شايفين ده شكلهم. كنت جايبة الواحد ب50 جنيه من المرشدي. شايفين
حلو جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة عن علب البقوليات او علب التخزين في جهاز العروسة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله وتستفيدوا منه. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.